السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في المحاضرة الأولى من كورس المانيوال تيستنج وذ أجايل أند جيرا. زي ما اتفقنا احنا هنبدأ مع بعض نراجع شوية مصطلحات عشان نقدر نفهم بيها الكورس واحنا شغالين مع بعض. قبل ما نبدأ حابب أفكركم بمسابقة الكورس بتاعنا، وهي عبارة عن 4 مسابقات بإجمالي جوائز $250 أمريكي وتدريب مدفوع الأجر لواحد من الفايزين. كل التفاصيل موجودة في نهاية الفيديو، فتأكد انك هتتفرج على الفيديو لحد الآخر لو انت مهتم بالمسابقة. ويلا بينا نبدأ السيشن بتاعت النهاردة. اول حاجه عايزين نتكلم عليها وات از اجايل. ايه هو الاجايل ده اصلا؟ طبعا الاجايل عالم كبير ومش هنقدر نتكلم عن كل حاجه فيه بالتفصيل، ولكن هنحاول على قد ما نقدر نشرح المواضيع المهمه والعمليه في الاجايل. الاجايل هي كلمه انجلش معناها الحرفي انك تقدر تتحرك بسهوله وبسرعه، ودي كلمه عادي ممكن تلاقيها في الديكشنري. الاجايل مش برنامج او سوفت وير هنشتغل عليه مع بعض او نتعلم طريقه شغله. الاجايل طريقه بننظم بيها الشغل اتفق عليها اصحاب اكبر شركات التكنولوجيا وحطوا مع بعض خصائص كتير للاجايل. لو انت مهتم بالجزء النظري فانا ارشح لك تذاكر الايس تي كيو بي اجايل ليفل، ده هيساعدك ان انت تكون متخصص اكتر في الاجايل. ولكن ده مش محتوى الكورس بتاعنا النهارده. ممكن ان شاء الله ننزل له كورس منفصل في المستقبل، ولكن خلال الكورس ده هنغطي الجزء العملي للاجايل. واللي حاليا محتاج تعرفه عن الاجايل ان الاجايل هي طريقه تنظيم للشغل بتتبعها الشركات عشان تطلع احسن نتائج من التيم بتاعها. الهدف الاساسي منها اننا نقسم الشغل لتاسك صغيره علشان نسهل الشغل على نفسنا ونتحكم اكتر في البروجكت بتاعنا. تعالوا نفهم مع بعض ازاي السوفت وير بيتبني في الاجايل ونشوف ايه دور ومهام التستنج في بناء السوفت وير. الاجايل بيعتبر امبريلا كبيره لمجموعه من المديولز. المديولز دي احنا بنستخدمها علشان ننظم عمليه الديفلوبمنت بتاعتنا. من ضمن اهم المديولز اللي احنا عايزين نتكلم عليها هي السكرام. ليه السكرام من اهم المديولز؟ لان معظم الشركات دلوقتي شغاله بالسكرام، وزي ما اتفقنا السكرام زيه زي اي مديول في الاجايل هو طريقه بنظم بيها الشغل بتاعي علشان خاطر اطلع احسن بروسيس. في السكرام انا بحاول اقسم البروجكت بتاعي لمجموعه من التاسكات ومجموعه من السبرنتات، وهنفهم ده مع بعض دلوقتي. اول حاجه عندي في السكرام بيكون اليوزر ستوريز. اليوزر ستوريز دي عباره عن ريكويرمنت اللي جايه من العميل بعد ما اتعمل لها ريفيو واتكتبت بطريقه صحيحه يقدر يفهمها اي حد، سواء كان ديفلوبر، تيستر، او بزنس ريبريزنتيف، او اي حد شغال معانا فيه. وهنا يظهر دور البرودكت اونر. البرودكت اونر هو حلقه الوصل ما بين العميل وما بين التيم، بياخد الافكار من العميل وبيبدا يصيغها بالطريقه اللي يفهمها التيم. بيبدأ يحول كل طلبات العميل لمجموعة من اليوزر ستوريز. قدام شوية هنتعمق اكتر في اليوزر ستوريز وهنعرف ازاي بتتكتب وازاي نقراها وازاي نعمل لها انالايز. بعد كده اليوزر ستوريز دول كلهم بيكونوا مع بعض البرودكت باكلوج. فالبرودكت باكلوج ده هو عبارة عن كل اليوزر ستوريز اللي احنا هنشتغل عليها خلال البروجكت بتاعنا. بعد كده بنبدأ نعمل بلاننج ميتنج. خلال الميتنج ده بنبدا نحدد اليوزر ستوريز الاكثر اهميه واليوزر ستوريز اللي احنا هنبدا بيها، وبعد كده ببدا في السبرنت بتاعي. في السبرنت برضو عندي سبرنت باكلوج، وده الباكلوج الموجود فيه اليوزر ستوريز اللي هنشتغل فيها خلال السبرنت دي. السبرنت هي عباره عن مده زمنيه بتتراوح ما بين اسبوع ل4 اسابيع، بنحدد لها مجموعه من اليوزر ستوريز اللي احنا هنشتغل عليها خلال البلاننج ميتنج، وبعد كده بنبدا ننفذ اليوزر ستوريز دول خلال السبرنت. لازم نحاول نلتزم بالسبرنت بتاعتنا، عشان كده لازم خلال البلاننج ميتنج نعمل استيميشن صح لليوزر ستوريز عشان نقدر نتوقع كل يوزر ستوري محتاجه وقت قد ايه. ما ينفعش في السبرنت ناخد يوزر ستوريز كتير نشتغل عليها ونبقى اوفرلودد وما نقدرش نخلصها، وما ينفعش برضو ناخد يوزر ستوريز قليله ونبقى قاعدين فاضيين. لازم نقدر نمانج ده، وهنا يجي دور السكرام ماستر. السكرام ماستر هو اللي بيقوم بالدور ده، هو اللي بيساعد التيم كله ان هو يمشي على قواعد الاجايل وان هو ينظم فلو الشغل بحيث ان احنا نوصل بالسبرنت لاعلى اداء من غير ما تكون الناس مضغوطه وعليها اوفرلود، ولا في نفس الوقت الناس فاضيه ما بتعملش حاجه، ويكون كل واحد في التيم له دوره اللي شغال عليه. خلال السبرنت بيكون في مجموعه اكتيفيتيز ممكن ما يبقاش عندنا وقت نتكلم عليهم، ولكن اهمهم هم الديلي ستاند اب. ده اجتماع بيكون موجود كل يوم الصبح، بيحصل في كل الشركات تقريبا، بتقول فيه الستيتس بتاعتك، انت عملت ايه امبارح وناوي تشتغل على ايه النهارده، ولو عندك اي مشكله او اي بلوكر بتبدا تتناقش فيها مع الشخص المسؤول. بعد ما السبرنت بتخلص بنعمل ديبلويمنت، بنبقى جاهزين ان احنا نطلع بالبرودكت بتاعنا للعميل. زي ما احنا شفنا هي دي كانت السكرام بروسيس بشكل عام، ولكن شغلنا كتستنج حقيقي بيبقى موجود جوه السبرنت. عشان كده خلونا نتعمق خلال الكورس بتاعنا عن اللي بيحصل جوه السبرنت، ازاي
ازاي التستر بيبدا يستلم التاسك من اول ما هي يوزر ستوري لحد ما يحصل الديبلويمنت وتطلع على البرودكشن. زي ما اتفقنا مع بعض ان السبرنت هي مده زمنيه تتراوح من اسبوع ل4 اسابيع، بنختار فيها مجموعه من اليوزر ستوريز وبنبدا نشتغل عليهم لحد ما نخلصهم، وبعد كده بنبدا سبرنت جديده بيوزر ستوريز او تاسكات جديده. تعالوا بقى نتكلم عن السوفت وير تيستنج لايف سايكل، ومن هنا يبدا الكورس بتاعنا. ولكن كان لازم المقدمه اللي فاتت دي علشان نفهم اكتر الكورس بتاعنا بيتكلم عن ايه. احنا كده راجعين عن الاجايل بروسيس بشكل عام، ولكن الشغل الحقيقي بيكون زي ما اتفقنا جوه السبرنت. عشان كده تعالوا نشوف ترتيب التاسكات داخل السبرنت بيكون عامل ازاي، ونبدا باول حاجه محتاجين نتكلم عليها وهي اليوزر ستوري. What is user story؟ ايه هي اليوزر ستوري؟ اليوزر ستوري هي الريكويرمنت في الاجايل. انا كبروجكت مانجر او برودكت اونر بيبقى معايا ريكويرمنت من العميل، ببدا احول الريكويرمنت دي لمجموعه من اليوزر ستوري. تعالوا نشوف مع بعض احنا ازاي بنعمل يوزر ستوري على جيرا وازاي بنتعامل معاها. بعد ما خلصنا كلام عن اليوزر ستوريز، خلونا بقى ناخد مثال حي على يوزر ستوري حقيقيه موجوده على ويب سايت حقيقيه وهنمشي عليها البروسيس كامله. زي ما احنا شايفين ده اليوزر ستوري. اليوزر ستوري مبدئيا لازم تكون مكتوبه بفورمات معين، as a user او as a كذا، اسم الشخص اللي هيعمل الاكشن، I want to do كذا، انا عايز اعمل كذا علشان الاقي كذا او علشان يحصل كذا. ده الفورمات اللي دايما بتتكتب بيه اليوزر ستوري. اليوزر ستوري دي عباره عن ايه؟ دي يوزر ستوري معموله لاي كوميرس اب او ابلكيشن بيبيع منتجات. كل دي ابلكيشن اي كوميرس او بتاع طلبات. هو ده حاجه زيه كده، ده للهوم بيج وده اليوزر ستوري. تعالوا نقراها مع بعض عشان نتعلم احنا ازاي نقرا ونعمل انالايز لليوزر ستوري، وبرضه هنتعلم ازاي نكتب اليوزر ستوري واحنا بنعمل ده. طيب اول حاجه زي ما احنا شايفين التايتل as a user، انا كيوزر I want to see all available products، انا لازم اشوف كل البرودكت المتاحه عندي في الهوم بيج and interact with him، واقدر اتفاعل معاه. التايتل واضح بيشرح اليوزر ستوري دي بتعمل ايه. الديسكريبشن بيكون بقى فيه شرح اعمق واكتر من التايتل شويه. برضو as a user ان انا عايز اشوف كل available product في الهوم بيج زي ما احنا قلنا وانتراكت معاهم، اقدر اشوف كل الديتيلز بتاعت البرودكت، واقدر اعمل اد للبرودكت احطه في الكارد بتاعتي، واقدر اعمل له ديليت من الكارد بتاعتي. ده كده الديسكريبشن بتاع اليوزر ستوري. حاجه مهمه جدا تبقى موجوده في اليوزر ستوري وهي الاكسبتنس كرايتيريا. ايه هي الاكسبتنس كرايتيريا؟ الاكسبتنس كرايتيريا هي العوامل اللي احنا هنقبل من خلالها اليوزر ستوري دي ونقول عليها ضن. امتى نقول على اليوزر ستوري دي خلصت؟ لما تحقق كل الاكسبتنس كرايتيريا بتاعتها. طيب تعالوا نقرا الاكسبتنس كرايتيريا مع بعض. User should see all available product with its details. لازم اليوزر يشوف كل البرودكت بالديتيلز بتاعتها. User should be able to add any product to his cart. لازم اليوزر يقدر ياد برودكت للكارد بتاعه. كمان بيقول لك ان اليوزر should be able to delete البرودكت تو هيز كارد، لازم يقدر يمسح البرودكت من الكارد بتاعه. الكارد كاونت، العداد اللي على الكارد لازم يزيد بواحد كل مره هنزود فيها ايتم للكارد. دي الاكسبتنس كرايتيريا بتاعتي. طيب كمان قال لك هنا البرودكت ديتيلز اللي لازم تبقى موجوده، البرودكت نيم، البرودكت ديسكريبشن، الايمج، البرودكت برايس، والاد والريموف بوتون. وهنا اداك صوره للديزاين المفروض يكون عليه الويب سايت. ده المنظر المفروض يكون عليه الويب سايت. زي ما قلنا الاسم، الديسكريبشن، الصوره، السعر، والزرار. اقدر اد تو كارد واقدر اديليت من الكارد. احنا كده قرينا اليوزر ستوري. عايزين بقى نبدا نتعلم ازاي نعمل لها انالايز، ازاي ابدا احلل اليوزر ستوريز دي لمجموعه من التست كيسز. زي ما اتفقنا اليوزر ستوري دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ريكويرمنت، طلبات العميل. فانا لازم اكون دقيق جدا في التعامل مع الريكويرمنت او في التعامل مع اليوزر ستوري. لازم اتاكد ان كل حرف في اليوزر ستوري اتطبق في الابلكيشن بتاعي، وهتاكد من ده من خلال التست كيسز اللي انا هبنيها على اليوزر ستوري دي. اول حاجه انا لازم اقرا التايتل والديسكريبشن كويس. انا كده فهمت تقريبا اليوزر ستوري عايزه ايه، وابدا اركز مع الاكسبتنس كرايتيريا واتاكد ان انا التستات بتاعتي عامله كفر لكل حاجه في الاكسبتنس كرايتيريا. هاجي اقول له هنا اول واحده في الاكسبتنس كرايتيريا ان اليوزر لازم يشوف كل الافيلابل برودكتس. يبقى اول تيست كيس ممكن اعملها ان انا اتاكد ان كل البرودكت تظهر في الهوم بيج. تاني اكسبتنس كرايتيريا ان انت دلوقتي تعمل اد لبرودكت تو هيز كارد. يبقى التست كيس الثانيه ان انا اعمل اد برودكت على الكارد بتاعتي. الاكسبتنس كرايتيريا الثالثه ان انا اقدر اعمل ديليت لبرودكت، فاروح اعمل ديليت. دي التست كيس الثالثه. الاكسبتنس كرايتيريا الرابعه ان انا لما ازود ايتم في الكارد يزيد عداد على الكارد بواحد. كده انا عملت 4 تيست كيسز تقريبا عاملين كل حاجه.
هنا مثلا عندك حاجه في زي البرودكت ديتيلز، دي ممكن تبقى تيست كيس تانية. انت اتاكدت ان كل البرودكت ظاهرين، عايز تتاكد ان البرودكت صح ظاهر بالنيم والديسكريبشن والايمج، انت مش محتاج تعمل تيست كيس لكل واحده فيهم، انت ممكن تعمل تيست كيس تتاكد من كل الداتا دي مع بعض. ايه كمان ممكن تعمله مع اليوزر ستوري؟ احنا كده فصصنا اليوزر ستوري وراجعناها، بس خلال مراجعتنا ليها لو كان حد مركز كان ممكن يشوف ان في حاجه ناقصه في الاكسبتنس كرايتيريا. زي ما المفروض العداد يعد واحد لما اضيف ايتم للكارت، المفروض العداد ينقص واحد لما اشيل برودكت من الكارت. ده مش موجود في الاكسبتنس كرايتيريا، وده وارد جدا يحصل لان اللي بيكتب الاكسبتنس كرايتيريا في الاول وفي الاخر هو انسان زينا، ووارد جدا انه يغلط او ينسى حاجه. فمن دوري كسوفت وير تيستر ان انا لو لقيت حاجه زي كده ابدا اتواصل مع البرودكت اونر اللي هو غالبا بيكون هو اللي عامل اليوزر ستوري دي او الشخص اللي كتب اليوزر ستوري دي، وابدا اشرح له وجهه نظري لو انا شايف ان في حاجه انا المفروض اضيفها او في حاجات المفروض نزودها. هقول له هنا cart count should be decreased by 1 every time user remove an item from his cart. كده اليوزر ستوري بتاعتنا بقت كامله، واحنا بقى عندنا خلفيه احنا ازاي ممكن نتعامل معاها وازاي ممكن نعمل لها انالايز. السيشن الجايه ان شاء الله هنركز اكتر على موضوع الانالايز، وهنبدا نكتب التست كيسز بتاعتنا على اليوزر ستوري دي، فده هيساعدنا اكتر في الانالايز وان احنا نركز في الانالايز، وبعد كده هنعمل اكسكيوشن للتست كيسز دي على الويب سايت. خلونا نشوف ازاي احنا ممكن نعمل يوزر ستوري على جيرا ويب سايت. هتيجي هنا على كرييت وهتختار الايشو تايب ستوري، ممكن تخليها تاسك، ممكن تخليها بج، ممكن تخليها ايبك، وهنتكلم عن كل واحده في دول بالتفصيل. ولكن انت عشان تحط يوزر ستوري لازم بتختار ستوري. بعد كده تختار الستيتس، هي هتنزل في انهي ستيتس، هنتكلم برضو عن الستيتس بالتفصيل في السيشنات الجايه. بعد كده السامري ده اللي هو التايتل العنوان بتاعها، وبعد كده لو في اي اتاتشمنت زي الديزاين اللي احنا كنا عاملينه ممكن تحطه هنا، وبعد كده تبدا تحط الديسكريبشن والاكسبتنس كرايتيريا وكل الديتيلز بتاعه اليوزر ستوريز في الديسكريبشن. الريبورتر ده الشخص اللي عمل اليوزر ستوري، وتقدر تعمل لها اساين على اي حد من التيم بتاعك. بقيه الاوبشنات هي اوبشنات عامه مع البج والتاسك، فهنتكلم عليها قدام شويه لما يجي وقتها. ونبدا النهارده بمسابقه احسن يوزر ستوري واللي جايزتها $25 امريكي. المطلوب منك انك تكتب يوزر ستوري لعمليه التشيك اوت على الويب سايت اللي احنا شغالين عليه. هتلاقي في وصف الفيديو لينك الجوجل درايف عليه كل الريكويرمنت والديزاين والشروط ولينك التسجيل. وصاحب احسن يوزر ستوري هيكسب معانا $25 امريكي كاش. كل اللي هتعمله انك هتملى الفورم وترفع اليوزر ستوري وتتاكد انك محقق شروط المسابقه، وهي انك تكون مشترك في القناه وعامل لايك وشير للفيديو ده عندك على فيسبوك ولينكد ان. اتمنى ان الكل يشارك، وافتكر ان المكسب الحقيقي اللي هتكسبه هو انك تتعلم معلومه جديده. وحتى لو مش هتشترك في المسابقه وشايف ان المحتوى اللي بنقدمه مفيد، اتمنى انك تعاملنا بالاشتراك في القناه وشير علشان الفايده تعم. بفكركم ان المسابقه دي هي المسابقه الاولى من اصل 4 مسابقات هتنزل خلال الاسابيع الجايه باجمالي جوائز $250 امريكي. كل الجوائز هتكون كاش وبالدولار، والفايز هيستلمها مني بنفسه في احتفاليه صغيره في نهايه المسابقه هنجمع فيها كل الناس اللي كسبت معانا عشان يستلموا الجوائز بتاعتهم، وعشان نختار واحد منهم يحصل على تدريب مدفوع الاجر لمده 3 شهور مع تيستنج دراجونز تيم. فما تنسوش تتابعونا علشان هنعلن الفايز من المحاضره اللي فاتت في نهايه كل محاضره جديده. شكرا لكم جدا وتمنياتي ليكم بالتوفيق. كده نكون وصلنا لنهايه السيشن. بفكركم لو حابين تعرفوا اي معلومات عن الكورسات اللي بنقدمها هتلاقوا كل المعلومات في وصف الفيديو من تحت. اتمنى تكون المحاضره كانت مفيده ليكم، واتمنى لكم كل توفيق.